السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض الفطير بتاع الافران. طريقة سهلة وان شاء الله طريقة مضمونة جدا، واي حد ما عملش فطير قبل كده يقدر يعملها بكل بساطة. طريقة سهلة وجميلة وان شاء الله تعجبكم، ومقادير كمان اسهل من السهولة. هنبتدي معانا كيلو من الدقيق، خلاص عليهم معلقة صغيرة من الملح، معلقتين كبار من السكر، وكمان 550 ملي من المية. من الحنفية عادي، طبعا الجو حر فهنجيبها من الحنفية. طب لو الجو برد هنخليها دافية شوية. خلاص، وهبتدي ان انا اقلب كده. طبعا ممكن المية تزيد او تقل على حسب نوع الدقيق اللي معاكي. طبعا في الوصفة دي الدقيق بيبقى جميع استخدامات، لان الدقيق الافران بيبقى بيحتاج عرق جديد شوية. هنحط معلقتين من الزيت زي ما انتوا شايفين كده، وهبتدي ان انا اعجن العجينه كويس قوي قوي. هنزلتها على الرخامه عشان اعرف اعجنها براحتي، لان الفطير زي ما انتوا عارفين بياخد عجن كتير. خلاص، انا يعني اعجن شويه واسيبها شويه اريح ايدي واريحها وارجع لها تاني. وبعد كده عجنتها بالشكل ده وسبتها ترتاح قد ربع ساعه، وهبتدي ان انا افردها. حطيت دقيق على الرخامه زي ما انتوا شايفين كده، وهبتدي ان انا افرد العجينه. طبعا بحط دي بكميه كويسه عشان خاطر لما افرد العجينه ما تلزقش مني، لانها بتريح مع كتر الفرد. زي ما انتوا شايفين اديني اهو، كل شويه ارفع العجينه واحط دقيق. مش عايزاها تلزق مني خالص، عشان لو لزقت هتتقطع وهتبوظ، والفطير مش هيقب معايا نهائي. فانا بفردها بالشكل ده مستطيل. وهجيب 200 ملي من الزبده، اي نوع زبده، فرن، كريستال، بلدي، زي ما انت عايزه. وهخليها بدرجة حرارة المطبخ، وعشان اعرف ادهنها بالشكل ده، لانها لو ساقعة مش هعرف افردها كده خالص خالص. وهبتدي ان انا ارولها كده، اعملها زي رول ضيق كده لحد اخر العجينة. خلاص، بصوا الطريقة سهلة جدا. بفضل الفها رفيع، احاول ان انا مخليهاش فيها فراغات. بصوا، لفتها. وهبتدي ان انا اقطعها بعد كده التقطيع اللي تحبيها بقى. عايزه تقطعيها فطاير كبيره صغيره براحتك خالص خالص. الطريقه دي مضمونه ان شاء الله لاي واحده لسه بتتعلم تعمل فطيره، تعملها بمنتهى السهوله والبساطه ان شاء الله. بصوا بقى، انا هنا بوريكم كنت الرقات، رق زبده، رق عجين، رق زبده، رق عجين. بصوا ان شاء الله طريقه مضمونه. جبت صينيه ودهنتها زيت، وهدهن وش العجين بالزيت برضو، وهدخلهم على التلاجة يستريحوا. بس اهم حاجة غطيهم عشان ما ينشفوش في التلاجة. اريحهم بقى براحتي ساعة. كل ما تريح الفطير يديكي نتيجة روعة. خلاص، اهم حاجة تعمليه من بدري عشان هو بياخد وقت شوية في ان هو كل شوية يرتاح. جبت اول واحدة وابتديت ان انا اعملها كده، افردها بايدي وبعدين بالنشابة. طبعا حطيت زيت من تحت. طبعا دي كده خلاص المرحلة بتاعته انتهت خالص. وهبتدي بالنشابة وافرد بقى، وحطيت زيت، وكان بواقي الزبدة كده حاجات بسيطة. بقيت ادهن وش الفطيرة، وهطبقها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. خلاص، وابتدي ان انا الفها كده زي دايرة حوالين نفسها، واحطها برضو تستريح تاني، وادهن وشها من فوق ومن تحت زيت عشان خاطر ما تنشفش معايا، وادخلها التلاجة. زي ما قلت لكم الجو حر فلازم نعمل كده. عملت التانية بنفس الطريقة. خلاص، دهنت وشها من الزبدة اللي كانت فاضلة حاجة بسيطة بس كده، ولميت الفطيرة على بعضها اهو. وهبتدي ان انا الفها كده وابرمها، وبعدين اعملها زي دايرة، وهسيبها تستريح. كانت ارتاحت هنا، جبت السجان بتوعي بقى ودهنتهم زيت، وهبتدي ان انا افرد الفطيرة. بتتفرد معايا بسهولة، واحاول ان انا مرققهاش، اخليها كده وسط عشان تبقى مليانة لحم كده وطعمها حلو وما تنشفش معايا في الفرن. فردتها وادخلها على درجة حرارة 250 درجة مئوية. هتقعد لها ربع ساعة، 10 دقايق بالكتير. ونسيت اقول لكم هحط على وشها قشطة من بتاعة اللبن. ممكن تحطي زبدة او زيت براحتك خالص. وهتطلع تاكليها بألف هنا وشفا. يا رب بقى الوصفة تكون عجبتكم. بصوا الجمال ما شاء الله، تحفة. ايه رأيكم في الجمال ده؟ وادي الشكل النهائي ليها، مقرمشة من بره وطرية من جوه،
وبجد خطيرة تستاهل بقكم. ان شاء الله تنفذوها وتعجبكم وتكون سهلة عليكم. والسلام عليكم.